بين الكبار في هذا الشوط الثاني. قد نشاهد التحركات الهجومية المطلوبة والتي تليق بقيمة الكرة الإسبانية والألمانية. كثير من الحسابات التكتيكية، ثنائيات داخل المنطقة. أكيد كنا نتابع وأنه كل ما يلمس اللاعب باستيان شفاينشتايجر الكرة إلا وتشافي ألونسو يكون هو الأقرب لذلك. هذه هجمة أولى إسبانية. المنتخب الإسباني سنذكر مشاهدينا الكرام كل من التحق بنا حاليا إسبانية. التغطية من آرن فريدريتش في مهب الرياح مع بيدرو. يا سلام، وبيدرو يحاول المرور، يتلاعب بكل الدفاع الألماني ويمهد وألونسو، لكن كورته بعيدة. تشافي ألونسو كان تشافي نجم ليفربول الانجليزي سابقا ريال مدريد حاليا لم ينجح في هذه الكرة، لكن مجهود يذكر ويشكر للاعب بيدرو. فنيات كبيرة. وسط الميدان بلعب الارتكاز. تشافي هرنانديز هو المدبر، هو عمليات الكمبيوتر والسرعة لراموس لكن التمرير وتسديد. كرة يسارية من دون تشافي ألونسو بعد تمهيد أروع من تشافي هرنانديز، مرت نوعا ما بعيد عن الحارس مانويل نير. أين كان سامي خضيرة وباستيان شفاينشتايجر؟ الكرة الثانية هذه الأخطر الآن في عالم كرة القدم، تأتي من جديد مرتدة إسبانية، لكن يبدو أن الشوط الثاني قد يكون شوط كل الأماني في النهائي، فما بالك لو يروح للنهائي أو يفوز باللقب العالمي. كرة رائعة تشافي، تصل له الكرة، يحاول التصدي وتسديد داخل القدم اليمنى. لازم يذكرنا بميشيل بلاتيني في هذه الوضعيات. كرة في الشباك، ديفيد فيا أراد أن يخدع الحارس نير. هداف الهدافين في هذا المونديال شبيه أنطونيو بانديراس في تاريخ لا ليغا الإسبانية، فاز بالمباريات في مشواره. وكرة سريعة، كرة ممتازة والعرضية، وين التسديد والحارس نوير، وما زالت الخطورة إسبانية للكوريدا. انيستا ضاعت. المد الإسباني هيجان طوفان على الدفاع الألماني. راموس إيماد لمن ترجع الكرة لبوسكيتس. ما زال المنتخب الإسباني بوضعية هجومية. تشافي هرنانديز يغير على اليمين، تشافي ألونسو، راموس موجود، لكن تشافي هرنانديز من جديد كرة ممتازة والتسديد، وهذه المرة لم تتكسر الجرة. بيدرو 4 فرص سانحة للتسجيل مشاهدينا متابعينا للاروخا الإسبانية، ولكن لم ينجح لا تشافي ولا انيستا ولا ديفيد فيا في مغالطة الحارس مانويل نير. من لا يسجل الأهداف سيقبل الأهداف، ولما تلعب ضد منتخب لا يعرف المستحيل. أكيد المنتخب الإسباني قرب انتصاران للألمان مقابل احتكام مباراة وحيدة للتعادل في مونديال أمريكا 94. وهذه كرة بودولسكي تدخل من راموس، خطيرة، يلعب بالنار سيرخيو راموس، رأسية لم تكن في الانتظار، وميروسلاف كلوزي كاد أن يعطي الأسبقية الأجمل للكتيبة الألمانية. بدأنا نستمتع مشاهدينا الكرام بإيقاع وفرجة إسباني بجانب تشافي هرنانديز. كرة لكاب ديفيا، أندريس إنيستا، فنان الفنانين أمامنا، يريد أن يمر إنيستا، يرجع للوراء لتشافي ألونسو. راموس يتحرك، راموس، والحكم يقول ليست هنالك ضربة جزاء، لكن سيرخيو راموس كان غدار، ضرب في ظهر الدفاع الألماني. شوف الكرة بالمليمتر يا حبيبي، بالمليمتر من جانب تشافي ألونسو، ولكن الذكاء من لوكاس بودولسكي
متوسط الميدان الهجومي اللي عاد مع راموس في الحوار الاخير كوضعيه ليبيرو وقبض للدفاع. الوقت يمر وبدات الاعصاب تضعف حاليا مشاهدينا الكرام. المانيا تريد النهائي للمره الثامنه. وزيل بطيء جدا في هذا اللقاء مع بوسكيتس. ممتاز بوسكيتس الى حد الان يفتك كل الكرات لميزوت اوزيل. كره سريعه اسبانيا فيا يسدد والحارس مانويل نوير في المكان المناسب. ليست هنالك خيارات كبيره في الحقيقه لديفيد فيليب لام بسرعه يسترجع المنتخب الاسباني الحوار. شوف يا سلام على انيستا الفنان. المنتخب الالماني يريد ان يفاجئ الدفاع الاسباني. عمليه تنويم ربما قادمه. وهذه الكره الاوزيل وكره بودولسكي لا زلت اقول مشاهدينا الكرام بالراحه وعمليه تنويم يساريه بودولسكي ويمينيه توني كروس. والناسيونال ماينشافت غدار في هذا المشوار. يقطع الطرق المؤديه للشباك الالمانيه. الماكينات لم تتكلم الى حد الان مشاهدينا متابعينا. تشافي هرنانديز كرة طويلة الإعصار الإسباني المدوي. تورنادا إسبانية تضرب كل المواقع العالمية من الباراغواي إلى ألمانيا والآن تصل إلى ألمانيا مرة أخرى. الكرة الإسبانية أجمل رهان. أحلى كلام في الكرة يأتيك إسبانيا برأسية خرافية مثالية لكارليس بيون. هو روح الكتيبة الإسبانية والكتالونية. هدف مفزع، هدف مبهر. أنت مرعبهم، أنت مخوفهم. كارليس بيون يخطف الكرة على زميله جيرار بيكي بعيد سامي خديرة مارسيل يانسن. والمنتخب الاسباني مشاهدينا الكرام يضرب الان في الشباك الالمانيه ويعطي اجمل اسبقيه اسبانيه من سانتاندير لسان سيباستيان وصولا بفالنسيا الى العاصمه مدريد. لكن هدف من الركنيه. الكره طويله والحارس ايكير كاسياس. الهجمه السريعه ممتازه جدا من تشافي الونزو. كره سريعه لديفيد فيا والهدف الثاني قد ياتي هذه المره. وفيها يا سلام لكن يعود عليه في هذه الكره ميزوت اوزيل. المنتخب الاسباني مشاهدينا الكرام فاز بشق الانفس في المباريات الثلاثه الاخيره. هل يعبر منتخب المانيا لبر الامان؟ كره بودولسكي والركنيه للناسيونال ماينشافت. توني كروس. غابت الكره الجميله للالمان في اقوى واجمل رهان. الان احلى كلام في الكره ياتيك باقدام اسبانيا. كره في نقطه الجزاء، تدخل من الدفاع وتبقى الكره خطيره دائما للمنتخب الالماني. لكن جيرار بيكي اوقات المنتخب الالماني يفوز، لكن البارحه قالوا ان اسبانيا هي التي ستفوز وربما قد يتاكد هذا التخمين وهذا التطير. وكره سريعه من يانسن. كره لكن بعيد على ماريو غوميز. منتخب المانيا يريد التعديل والاسباني من اجل التاكيد. كره مرتده بعيد على ميزوت اوزيل. يوهان كابديفيا. تشافي هرنانديز. كره في المساحات، شوارع موجوده في دفاع المانيا. كره الهدف الثاني. لا 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 يا بيدرو، لا يا بيدرو، تريد ان تسجل وحدك. لا يمكن يا بيدرو. كان فرناندو توريس في وضعيه مع الشباك
قد يندم المنتخب الاسباني في حال التعديل الالماني. سيكون بيدرو هو صاحب الجريمه. وهذه كره من فيليب لام، تدخل دفاعي بس شفاينشتايجر. وفي يوم الكوريدا، في يوم الثيران الاسبانيه، 11 ثور اسباني اليوم في هذه الليله في الدربن. وهذه الهجمه المرتده، وهذا فرناندو توريس مع ارن فريدريتش. توريس يراوغ، ولكن ممتاز ارن فريدريتش. التمويه من توريس واليقظه والرشاقه من ارن فريدريتش. مدافع كألف ارن فريدريتش. منتخب اسبانيا بدأت من الآن اللحظات التاريخية. هولندا اسبانيا حدث تاريخي. كرة باتجاه سيلفا، وسيلفا يرجع للوراء، واندريس انيستا، وسيلفا وانيستا، ويحاول انيستا، والتدخل من بيير ميتسايكر. على طريقة البلاي ستيشن يلعب المنتخب الاسباني، يغني اجمل الاغاني، يمتع ويحقق كل الاماني في ظل هذه السيطرة التكتيكية النسبية والحق. وهذا شفاينشتايجر، كرة طويلة باتجاه الدفاع، تدخل من بيكي، وفي النهاية ماذا يقول الحكم؟ اوسيل، وكرة في القائم الثاني، والدفاع يستمر، وكل الاحتياطيون من جانب المنتخب الاسباني. نهاية الدور نصف النهائي مشاهدينا الكرام، بترشح المنتخب الاسباني للدور النهائي من هذا المونديال 19 هنا في دربن. فعلها المدرب فيتشنتي ديل بوسكي. المنتخب الاسباني يحقق التاريخ ويكتب التاريخ هذه الليله باحرف من ذهب، يرسم الموناليزا على ملعب دوربان هنا في موزيس موديبا. لماذا نقول هذا مشاهدينا الكرام؟ لانه لاول مره يلعب نصف نهائي المنتخب الاسباني في المونديال، ولاول مره في نفس المونديال يصل الى النهائي. انجاز تاريخي لكره لاروخا.